السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ وحشتوني كتير. يلا زي ما اتعودنا مع بعض، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بما ان بقى اليومين دول اسعار البطاطس ان شاء الله ما حد حوش من اول 5 جنيه لحد 8 جنيه. محدش يضحك عليك ويقولك البطاطس اغلى من كده. جبنا بقى حبة بطاطس كده مع بعضنا وعايزين نخزنهم ونفرزهم لرمضان. مش هضحك عليكم، انا اول مرة اخزنها السنة دي، بس ايه قلت اجربها كده. جبنا كمية البطاطس اللي عندك، اي كمية، المهم جربي مثلا في كيلو كده على قدك، شوف هتطلع عاملة معاكي ازاي. عجبتك كنبيها خزنيها، ما عجبتكيش خلاص. المهم احنا غسلناها ورحنا مقشرينها ومقطعينها كويس. بصي قطعيها تقطيعه تكون ايه شكلها مقبول، يعني مش ان انت تقطعيها تكون رفيعه قوي، لا تكون محمله كده عشان خاطر تاخد وقت معاكي في الفريزر وما تتهريش لما تطلعيها تتحمر. قطعنا كميه البطاطس اللي عندك، وبعد ما تقطعيها استني انت رايحه فين بقى. لو وصلت معايا في الفيديو لحد هنا متنسيش تشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتقولي انت فرزتي ايه رمضان. عايزين بقى ايه نجهز حبه حاجات كده. انا خزنت بسله وخزنت فاصوليا خضراء وخزنا طبعا طماطم وخزنا اهو بطاطس. بس مش هنضحك على بعضنا، الحاجه بقت اللحمه والفراخ والحاجات دي بنجيبها في رمضان كده ايه على طول، يعني اليوم بيومه. يعني مثلا هنعمل النهارده فراخ نجيب الفراخ، هنعمل النهارده لحمه نجيب اللحمه، ما بفرزش اللحوم والحاجات دي. المهم خلينا في الخضروات. المهم فرزناهم اهوت. البطاطس هنقطعها بقى تقطيعه زي ما قلتلك، لازم تكون تقطيعه محمله عشان خاطر ما تتهريش. مجرد ما تتحمر كده، مجرد ما تتقطع تروحي بقى ايه تكوني مسخنه الزيت، وتكوني مسخنه كويس، وتروحي نازله قلياها نص قليه. استنوا بقى بصوا، هنكملها بقى. بص التقطيع، هي الكميه اللي في المصفى دي اللي انا جبتها وقلت اجرب فيها، بس لما عملتها وجربتها بجد والله كملت مجموعه، عملت حبه تاني حلوين بقى ايه يقضونا كده في رمضان طول شهر رمضان الكريم، عشان ربنا يكرمك كده ونستعد مع بعضنا ونختم القرآن مرتين 3. وبعدين بقى هنحمرها نص تحميره. مجرد ما تتحمر وتحسي ان هي خدت وش من الناحيه دي ومن الناحيه دي، تروحي شايلاها على طول وتروحي مفرداها على اي حاجه واسعه. بعد ما فرطيه على حاجه واسعه بصوا اهو حاطين كيس بلاستيك. ما تربطيش نفسك بقى انا عايزه ورق استريتش، لا انا عايزه اكياس معينه، لا خلي كده الحاجه بسيطه زي ما بنقول كده بالبلدي، خلوا البساط احمدي. فردناها كده على اكياس ورحنا سايبينها ايه لحد ما جمدت، تدخليها في الفريزر لحد ما تنشف معاكي كده، وتروحي واخداها وهي متلجه تحطيها في قلب كيس وتحطيها في الفريزر. اول لما تيجي تعمليها ان شاء الله تروحي بقى مطلعاها وهي متلجه ويكون الزيت سخن، وتروحي حطاها على طول قليها. بصي بقى لما طلعتها هي كده على طول في ثواني في الزيت يكون سخن وهي تكون طالعه من الفريزر، ما تسيبهاش لحد ما تفك عشان ما تتهريش منك. بصوا اللهم بارك شكلها تحفه والله. القرمشه بتاعتها بصي ولا تايجر ولا شيبسي بقى، حاجه في الخيال.